السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا بنات قلت أما أعمل فيديو كده معاكم جديد وهيعجبكم إن شاء الله بإذن الله. قلت أما أغسل المواعين كده عشان كانت المية قطعة عندي من الصبح، وطبعا وقت الغدا جه وكنت لسه معملتش الأكل، وكنت جايبة بصراحة سمك وكان عايز يتنضف طبعا، وانتوا عارفين نظافة السمك بتحتاج مية كتير يعني وكده. الحمد لله ان المية جت. قلت اما اغسل المواعين بقى وكده، وجمعت كل المواعين اللي هي عايزة تتغسل وحطيتها على جنب، وبدأت اغسل في المواعين علشان اول حاجة بعد كده اعمل اتبل السمك واحطه في التتبيلة بتاعته واسيبه شوية على بال ما يتشرب من التتبيلة. طبعا انتوا يا بنات عارفين ان المية لما بتقطع بتخلي البيت كله يتدربك كده، ولو مش مخزنة مية يا سلام بقى، لو مش مخزنة مية بتحصل مشكلة كبيرة قوي. فطبعا استنيت المية لحد ما جات، وبعد كده بدأت ألم المواعين كده واغسلهم واحدة واحدة. كانت كتير بصراحة، يعني استعمال الصبح ولحد بعد الظهر بقى وكده. بس الحمد لله يعني أنجدت وخلصت يعني الحمد لله. وكان طبعا على بال ما خلصت طبعا كان وقت الغدا عدى بقاله ساعتين ولا حاجة. طبعا بلم المواعين وبغسلها وبنضف مكان عشان احط المواعين، بطلعها يعني واشطفها وعشان تتصفى في مكان كده. وعايزاكم طبعا تقولوا لي رايكم ايه في الرخام اللي عندي. انا طبعا الرخام المطبخ اللي عندي لونه اسود كده، فحاسه ان هو مغمق المطبخ كده ومش مدي، مش منور كده المطبخ. حاسه ان اللون الاسود مغمق المطبخ كده ومش منوره. فانا عايزه يقترحوا عليا كده احط اغير الرخام، احط لون كده يعني. ادوني تعليقات كده وقولوا لي ان هو ايه اللون اللي هينفع معايا. انا بس عايزه لون يفتح يخلي المطبخ كده منور، لان حاسه ان الاسود مغمق، ومهما بنور بحس ان المطبخ برضو لسه ضلمه شويه. برضو افيدوني برضو بتعليقاتكم وكده، انتوا اخواتي برضو حبايبي، وادوني النصيحه وما تبخلوش عليا يعني. وطبعا انا عارفه ان كل حاجه بقت غاليه دلوقتي، بس برضو يعني ممكن باقل التكاليف ان شاء الله باذن الله يعني يخلي المطبخ يتغير شويه، لان انا بصراحه زهقت منه يعني بقاله كتير كده، وبحس ان هو مغمق المطبخ ومضلمه، ومهما انور برضو مش منور. وكده بدأت اخلص المواعين الحمد لله يعني على خير. بعد لما الميه جت بقى قلت استغلها واغسل المواعين. اهم حاجه عندي طبعا لازم اغسل المواعين واخلي المطبخ كده رايق وحلو كده، بحيث ان انا اعرف اشتغل فيه واعمل الاكل على رواقه. طبعا جبت هنا الخيار وطماطم وكزبره وجرجير. قلت بقى عشان هعمل السلطه بتاعه اللي هي بتبقى جنب السمك. بحب اعمل سلطه رز اللي هو اللي بالبصل. وطبعا السمك بحب اجيبه بولتي وهو متقطع كده اللي هو زي السنجاري، بس بحب اقطعه اربعة. بجيب السمكه اللي هي الكبيره محمله لحم دي، بتبقى كويسه معايا يعني. طبعا زي ما انتوا شايفين كده غسلت الخضره، وبدات دلوقتي اقطع الخيار والطماطم والخضره معاهم في طبق كده غويط. بحب اعمل السلطه في طبق غويط كده علشان احط عليها الليمون والزيت والملح. طبعا الملح بنحطه اخر حاجه قبل الاكل على طول. وبعد كده جبت طبعا اللي بحب احط برضو احمر لما اجي اقلي السمك في الزيت بحب احط النشا اكتر. النشا اكتر من الدقيق بصراحه. بحب احط 3 معالق او معلقتين دقيق عليهم 3 نشا. ده كده بيبقى كويس قوي معايا وبيبقى مقرمش. وجربوها. واحط كمان على الدقيق شويه ملح كده، بيبقى شكله طعمه تحفه وبيقرمش وجميل. وما بيشربش برضو زيت، يعني ما بيشربش كميه زيت زي ما بنحط الدقيق بس. وانا طبعا كنت متبله السمك وحطاه في علبه كده على جنب. زي ما انتوا شايفين كده هو متقطع كده زي سنجاري 4، بس السمكه بتكون كبيره ومحمله لحم. ما ينفعش اجيب السمكه الصغيره طبعا واقطعها 4، يعني هي مش هتكفي. فكمان لازم نختار السمكه اللي هي الكبيره اللي محمله لحم. كمان ببقى منضفاه كويس قوي وحطاه في التتبيله بتاعته قولي ساعه ولا حاجه. ودلوقتي بحطه في النشا والدقيق والملح واحطه على جنب. وطبعا بستنى الزيت على بال ما يسخن قوي قوي، واحطه في زيت اللي هي الزيت المغلي ده، عشان طبعا يستوي بسرعه وما يلحقش يشرب الزيت.
طبعا بنفضه من الدقيق علشان بواقي الدقيق ما تحرقش ايه الزيت اللي عندي. وجنب ما بتحط الزيت على البتاع على النار، السمك على النار، طبعا بتعملي جنبهم كده السلطة في السريع. بقطع دلوقتي الخيار والخضرة وكمان معاهم الطماطم، علشان طبعا انجز في وقت كده، علشان الحق وقت الغدا. زي ما انتوا شايفين كده بقطع الخيار حتت صغيرة شوية، بسرعة بسرعة بسرعة. السمك طبعا مهم جدا، لازم على الاقل ناكله مرتين في الاسبوع كده، مفيد لعيالنا وهيبقى كويس جدا طبعا. بحس ان هو احسن من اللحوم بصراحة يعني، ومضمون كمان عن اللحوم. السمك بكل انواعه طبعا، بس انا بحب البلطي اكتر. بس انتوا برضو قولولي في التعليقات طريقة السمك، برضو لو انا غلطانة يعني في حاجة في تكاية كده معرفهاش، برضو قولولي في التعليقات. وطبعا بحب احط حتة فلفل كده حامي، بيدي طعم حلو. هي نص يعني نص فلفلة كده حامية وقطيتين مثلا ولا حاجة عشان السلطة. وطبعا اخلي بالي برضو على الزيت، علشان السمك في على الزيت فلحسن ايه يتحرق ولا حاجة، اخلي برضو بالي على كله يعني. طبعا يا بنات انا بعمل الصابون السائل اللي انا بستعمله ده، اللي هو بيبقى جاهز من عند بتاع المنظفات، بيبقى كيس كده جواه كيس تاني، هما كيسين عبارة عن كيسين كده، بيبقى فيه واحد فيه جل والتاني فيه بودر، فبخلطهم على بعض وبيبقى مكتوب لي عليه في الورقة كده 3 لتر او 3 كيلو. بحط كده 3 كيلو او 3 لتر مية كده، بحطهم على البودر ده والسائل اللي هو حاجة زي الجل كده، حاجة زي الجل. وبخلطهم على بعض وافضل اقلب فيهم فترة طويلة. وطبعا بيدي بصراحة ريحته حلوة قوي، احسن من اللي هو الصابون السائل اللي بنشتريه من الجاهز اللي بره ده. وانتوا برضو قولولي رأيكم فيه لو اشتريتوه، يعني هو الكيس كان ب20 جنيه بس بصراحة عمل معايا 3 أو 4 كيلو كمان، انا مش فاكرة، بس قعد معايا كتير قوي يعني، حوالي 4 شهور ولا 3 شهور. قعد معايا كتير، كان كثيف كده وكان حلو، مش خفيف زي اللي بنشتريه من بره. وريحته طبعا جميلة قوي بالليمون، كان الكيس لونه اصفر كده. ناوي ان شاء الله باذن الله اعمله معاكم، ويا رب ان شاء الله هيعجب، وان شاء الله باذن الله هيعجبكم زي ما هو عجبني كده. بريحة الليمون، وجبت تاني برضو بريحة التفاح. ان شاء الله هجرب معاكم اللي بريحة التفاح وهقول لكم على رأيي فيه. هو بالليمون كان جميل، قلت اما اجرب بس التفاح كده واشوفه، ولو عجبني هقول لكم، ولو ما عجبنيش طبعا لازم هقول لكم، عشان انتوا حبايبي ومتابعاتي وحبايب قلبي. وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم وتعملوا لي احلى لايك يا احلى متابعين. طبعا دلوقتي خلصت السلطه وبقلي في السمك دلوقتي، وطبعا جنبهم الرز اللي هو بالبصل. بحب احروق البصل كده قبل ما يتحرق يعني، عشان يديني لون الرزيه تبقى لونها بني كده، بيبقى شكلها حلو قوي وجميل، طعمها طبعا تحفه. ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجديده. وان شاء الله باذن الله هنتكلم في حاجات كتيره قوي. وبرضو قولوا لي عايزاكم بس ما تنسوش برضو تعملوا لي في التعليقات في الكومنتات لون الرخام بتاع المطبخ اغيره ازاي، يعني اعمل لون ايه، لون فاتح ولا لون غامق. بس انا مش عاجبني خالص الاسود ده بحس ان هو مضلم لي المطبخ، فمش عارفه اعمل ايه، انا محتاره قوي. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات اعمل لون ايه. وطبعا كده بقى بعد ما بخلص السمك واكل السمك وكل حاجه، بيبقى مجهزه خلطه كده اللي هي خل وعليها حبه ديتول وحبه صابون، وبدعك بيهم الرخامه كويس قوي قوي عشان ما يعملش ريحه. وحتى كمان الحوض برضو بغسله كويس قوي قوي علشان ريحه السمك وكده ما تبقاش ايه مديه في ريحه المطبخ كله.
وزي ما انتوا شايفين اهو بحط السمك في الدقيق والنشا، وبحطهم في الزيت كده. قربت اخلص ان شاء الله. والاطباق البلاستيك دي كلها خامتها حلوه قوي قوي. هي ميدن تركيا، بس ما اعرفش ماركتها ايه بالظبط، بس جميله قوي قوي، عجبتني. مش زي البلاستيك اللي هو الخفيف اللي بيتكسر بسرعه وكده. لا بصراحه يعني عايشه معايا وبقالها كتير قوي، وشكلهم حلو، والوان كمان جميله، اللون البينك والاورنج والاصفر، وكمان في موف. لا في الوان كتير قوي وعجبتني قوي وجميله، بس هي سعرها غالي، بس تمنها فيها يعني جميله، هتعجبكم قوي. وكمان لو في اطفال صغيرين مثلا ممكن تحط لهم في الطبق ده، هيعجبهم قوي. الالوان بتشدهم وبتخليهم ياكلوا، تفتح نفسهم كمان على الاكل. الاطفال اللي هم يعني صعبين شويه، انا كمان بناتي برضو صعبين قوي في اكلهم، فبحب احط لهم في الالوان دي علشان تجذبهم اكتر وتفتح نفسهم على الاكل. فانت برضو حاولي تجيبي مثلا طبقين 3 كده اللي هم ايه الوان جذابه. عندي الاصفر اهو زي ما انتوا شايفين، والاورنج، وكمان البينك، وفي الموف، وفي كمان الوان تانية. ان شاء الله باذن الله هبقى اطلع الطقم كله وهوريه لكم ان شاء الله في فيديو تاني كده ان شاء الله. عايزاكم بس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا لي زر الجرس علشان يوصل لكم في كل فيديوهاتي الجديده ان شاء الله باذن الله. هعمل لكم فيديوهات كتير قوي هتعجبكم. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. ما تنسوش تدعوا لي، وانا هدعي لكم طبعا. وربنا يوفقني ويوفقكم ان شاء الله باذن الله. ولكم بالمثل ان شاء الله باذن الله يا حبايبي. يا رب اكون عند حسن ظنكم. مع السلامة. هتوحشوني قوي الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ونتقابل على خير يا رب. يا رب الاكل يكون عجبكم النهارده. زي ما انتوا شايفين كده مطبخي بقى جميل قوي، زي ما انتوا شايفين اتنضف وبدل ما كان متكركب خالص. لا وجهزت الاكل الحمد لله وخلصت وكل حاجه الحمد لله تمام زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص هغرف الرز وهحطه وبس كده. قولي لي برضو رايكم في الرخام ايه، وابعتوا لي ايه في الكومنتات. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.